السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا كده هنكمل مع بعض الجزء الثالث، بقية التفصيل بتاع الخدديات والمخدات بتاعت الطقم اللي احنا قفلناه مع بعض، طقم الجوبير. تمام. طبعا انا هنا دلوقتي بتني في الكورنيش بتاع الخدديات. الكورنيش ده حوالي 10 سنتي، 15، 10 12 سنتي. قصيت 3 قطع على المقاس دوت، وركبت الدواسة اهي بتاعة الفرونس. طبعا انا عشان بصور تحت في المحل فانا كتمت الصوت، وكمان تحت بشتغل بالدواسة الفرونس، بتبقى حلوة معايا في الشغل. انا مشغلاها اهي وبعمل الفرونس. بصوا بعمل الفرونس ازاي. طبعا وانتي بتعملي الفرونس بتسندي بصبعك من ورا الدواسة. بصي بوريكي ازاي. بصي الفرنسة دي كشكشة خفيفة، لو انت عايزاها كشكشة تقيلة بتقفلي العيار شوية بتاع المكنة. طبعا انا بحاول اجيب ايدي على جنب عشان اوريكي الكشكشة، بس هو المفروض ان انا بلم بصوابعي تحت الدواسة عشان تديني كشكشة حلوة. وهنا هثبت الجوبير اهو. انا ماشية معاكي واحدة واحدة ومش بسرع الفيديو علشان الكل يستفاد. تمام. او الجنب، ومش بجري برضو، يعني بحاول اوريكي كل خطوة في الخدديات، عشان الخدديات بيبقى فيها يعني شوية تفاصيل شوية. ماشي. بتحطي ايدك على الجوبير وبتثبتي وبتظبطي. المكنة اللي تحت اسهل من اللي عندي فوق بكتير بصراحة، يعني خفيفة في شغلها معايا. انا قدام الخرز اهو بحاول اعديه اللولي، يا اما تعديه يا اما لو عايزه تشيليه بايديكي بيتشيل، لو حبيتي تشيليه عادي. انا لفيت من جنبها وبظبط اهو. وبمشي على الفسطونات واحده واحده اهو. لو انت عايز تمشي عليها وتعرفي تمشي كده تمام، مش هتعرفي تاخديها على طول خط مستطيل على طول. تمام كده. هلف بقى على الجنب التاني، الجنب التالت اهو. كده انا خلصت. هبتدي بقى اركب الكورنيش. طبعا انا تاني الكورنيش ومكشكشاه التركيب على طول. بتظبطي وبتحاولي ان انتي تمشي على الخياطة بتاعة الكشكشة يا اما تعديها. المهم ان انتي ما تخليش الخياطة بتاعتك باينة من جوه بعد ما نقلب الخدادية. وبتلفي انت عند الزاوية كده. ايوه. هترفعي الدواسة بتاعتك وابرتك نازلة، وهتبتدي تلفي وتظبطي زي ما بعمل كده بالظبط. ركزي في الخطوات خطوة خطوة علشان هي تقفيلها سهل جدا، بس هي محتاجة تركيز وظبط. لان انت لو ما ظبطتيش الكورنيش ده بيكلكع منك تحت الدواسة وانتي شغالة. تيجي تقلبي الخدادية تبصي تلاقي الكورنيش معظمه مخيط معاكي، فانت خلي بالك. انا كده بتني في القلاب، خلصت الكرانيش هتني في القلاب.
تانية جوه تانية، عشان انا لسه موضوع المكنة بتاعت الاوفر ده واقف على الابرة، واحنا يعني موضوع الابرة ده مشواره طويل شوية، لان زوجي لسه هينزل العتبة، انا ما بنزلش العتبة، انا بحب اجيب حاجتي جنبي هنا، انما زوجي هو اللي بينزل العتبة. انا كده دخلت على الظهر، هتنيه تانية جوه تانية. تانية سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة. بصوا في ثواني على طول. كده انا تنيت القلاب وبسيب، بص بقولك ايه، بسيب صابع، انت عايزة تسيبي اكتر من كده صابعين من شداد ظهر. بصي بتظبطي بقى. انا كده كده الظهر مش هيتخيط، بس انا بظبط عشان وانا بلف يبقى الظهر معايا مظبوط. اهو بظبط الكرانيش اللي انا قلت عليها، الخطوه اللي انا بقولك عليها اهي، لازم تظبطي كويس جدا. وبعدين بصي بتطمني على الشغل بتاعك وانتي شغاله. من وقت للتاني بتبص على الكرانيش بتاعتك. انا كده لسه بثبت في القلاب اهو. طبعا بيبقى في دوشه تحت في المحل، فانا ما بعرفش ان انا اصور تحت، ولو صورت تحت زي ما انتوا شايفين كده او سامعين الصوت مكتوب، وبحاول ان انا اشرح لك برا الفيديو. فمش عارفة الطريقة دي عجبك ولا لا. لو الطريقة دي نافعة معاكم وهتستفادوا منها اكتبولي في التعليقات عشان اعرف. بس لو كده يبقى نستغل الوقت، لما يكون عندي وقت فاضي تحت اشتغل لكم فيه، لان انا كنت بصور هنا عندي بس بتأخر على المحل جامد. وبعدين احنا قررنا ان احنا نقفل المحل، بس للأسف صاحب المحل مش عايز يسيبنا نمشي للأسف. يعني هو بيقول انا مش عايزكم تمشوا، انا عايزكم تقعدوا معايا، انتوا ناس محترمة وكويسين. فبصراحة يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، فهنحاول كده نشوف هنعمل ايه. المفروض ان الواحد عايز يمشي صاحب البيت بيمشي عادي، لا ده قالك انتوا ناس محترمة وانا مش هلاقي زيكم، ولو مشيتوا مش هجيب حد غيركم. فالمحبة دي من عند ربنا يعني، الحمد لله وفضل الله يعني. كفاية ان الواحد يبقى قاعد عند ناس حابينه وشاريينه وعايزينه، دي حاجة كويسة جدا يعني، الحمد لله. انا بظبط في الظهر اهو. ظبطي كرانيشك على قد ما تقدري. تمام. مهم. شغل فاخر من الاخر بصراحة، تسلم ايديا بصراحة يعني. انا بحب شغل جدا جدا. بصي تيجي تقلبي تبقى حاطه صبعك ازاي على الزاويه عشان تطلع معاكي مظبوطه، ما تبقاش مكلكعه، ولو في حاجات زياده زي اللي انا قصيتها دي قصيها كده. انا هاخد شيمه مهم. او عرض رجل، عرض الدواسه يعني، انا بحب اعملها عريضه شويه. تمام. لو خرزية قابلتك عديها تمام، مفيش مشكله، يتعدي قدامها يتعدي وراها، المهم ان انت ايه يعني تظبطي ايدك وبتثبتي وبتظبطي شغلك كويس جدا. و تنسوش اللايك، ها، خلوا بالكم من اللايك وحافظوا على اللايك كده. ويا ريت يا ريت يعني تشتركوا بالقناه، ما تتفرجوش عليا وتسيبوني وتمشوا. انا بحبكم وبحب اعمل لكم شغل حلو اهو، وبظبطكم بشرح لكم واحده واحده يعني، من باب التشجيع يعني كده. خليكم جدعان بقى. تمام. بصوا كرانيش حلوه وجميله ازاي، بتفردي وتساوي وتشتغلي على طول بقى.
اشتركوا بالقناة يا جماعة واعملوا شير كده وشجعوني، شجعوني عشان انا عندي مواهب كبيرة وكتيرة جدا. كل ما هتشجعوني كل ما هديكوا افكار حلوة جدا جدا، وهبقى شغالة معاكوا يعني وانا مبسوطة. وانا دلوقتي برضو مبسوطة، بس انا بتكلم على ايه؟ يعني شجعوني، انا محتاجة تشجيعكم بس، لان انا فعلا بتعب في الحاجات دي، في الفيديو وفي التصوير، والله المستعان يعني. والله بياخد مني وقت جامد. لو تفكروا ان التصوير سهل ولا الكلام ده كله، لا لا لا، بصوا تهيألكوا يعني بياخد وقت في المونتاج كمان، ويعني الحمد لله بفضل الله ربنا يعيننا ويقوينا. بصوا بشد ازاي، بس مش بشد جامد يعني، بظبط كده. خلصت اول خدادية، وهتلاقوا في اخر الفيديو مفاجأة، هي بسيطة بس حلوة جدا وعجباني. لو انتوا هتكملوا لاخر الفيديو هتشوفوها جميلة جدا جدا جدا. على قد ما هي بسيطة بس انا فرحانة بيها جدا جدا. بصوا الشغل، شغل فاخر من الاخر. تمام تمام تمام. الله ينور عليا بصراحة يعني. المفروض تكتبوا لي كده في الكومنت الله ينور عليكي وجزاك الله كل خير، وتدعوا لي دعوة حلوة كده منكم. يعني انا محتاجة التشجيع بتاعكم والله. متبخلوش عليا باللايك والاشتراك، لايك واشتراك وشير، فيدي واستفيدي. لو انتي مش محتاجة الفيديو ده ومش عايزة يا ستي تتعلمي، ومش عايزة تعملي مشروع من داخل بيتك وانت في وسط اولادك، ومش في دماغك حاجة زي كده، ابعتيه لحد محتاجه، ابعتيه لواحدة محتاجاه. بصي دي المخدة، انا بقولك اهو، هتحطي الجبير كده عشان تاخدي المقاس، وبعدين هتقلبيه. بصي هقلبه ازاي علشان اخيط على نظافة. بص انا كده قلبته. طبعا انا هنا قلبتها على فوق، ركزوا معايا في الخطوة دي، وسايبة حوالي 5 صوابع. تمام، هي مقاس القطعة اللي معايا 15 سنتي او اقل من 15 سنتي، فهي جاية على مقاس ايديا 5 سنتي في الفاضي ده. او بصوا بحط صوابع 5 صوابع، وبخيط طول ما انا ماشية بقدرها بايديا يعني، مش بحتاج مزورة كل شوية ان انا اقيس بيها. خلاص انا بقيمها كده بالتقدير بايديا وخلاص، وبتطلع معايا مظبوطة اهي. طول ما انا ماشية بظبط. هقص مهم. طبعا انا قاعدة تحت الاضاءة واللونة طفوية، فبظلم على نفسي يعني، فمهما عملت اضاءة الحمد لله يعني. انا كده برده اهو، برد الجبير بتاع المخدات. بصوا انا الجبير عملت منه ايه، عملت منه كنار بتاع الكورنيش، وعملت منه القطعة اللي حطيتها على وش المرتبة، وعملت منه المخدتين جنبين، كل مخدة واخدة منها الجنب الاولاني اللي هو هيبقى على الوش ده. بصوا انا بقفل في المخدة اهو بعد ما رديت بقفلها. وعملت كمان مفاجأة في اخر الفيديو هتشوفوها هتعجبكم. كله ده من ال3 متر بتوع الجبير. انا هنا بتني بقى بالجبير اهو، بتنيه. طبعا انا الجبير جه معايا زيادة شوية، فعادي هتني بالجبير واسيب المخدة القماش اتني عليه. يعني حتى لو انتي ما تنتيش القماش بتاع المخدة، كده كده انتي قافلة عليه بالجبير اهو، وشغل نضيف وكويس ومفيهوش اي حاجة. شبكت مني في المكنة.
اهو. ويا ريت يا ريت يا جماعة لو في حاجة مش فاهمينها ابعتولي في الكومنت وانا هرد عليكم. وعايزة تفاعل منكم يا جماعة يا جماعة يا جماعة، تفاعل بالله عليكم. ماشي. بصوا بقى المفاجأة بتاعت اخر الفيديو، باينة ولا مش باينة؟ عرفتوها ولا لسه ما عرفتوهاش؟ طبعا دي حاجة جديدة من ام بسملة، حاجة جديدة من المصرية بتقدمها لكم هدية. دي حاجة خاصة بيا انا، مفيش حد عملها، ولو حد عملها قولولي وعرفوني، بس مفيش حد عملها غيري انا، ولله الحمد. يعني بفضل الله بفضل الله. عشان كده انا بقول لكم يا جماعة، انا عندي افكار جميلة وعندي مواهب جميلة وعايزاكم تتعلموا وتستفادوا والله. بصوا انا بشطبها اول باول، ودي هتبقى هدية مع الطقم، هدية من المصرية ليكم. وانا مبسوطة جدا. وما تنسوش اللايك والاشتراك. وعلى فكرة مش واحدة بس، دول اتنين، دول اتنين. لايك واشتراك وشير وفيدي واستفيدي.